ارتفاع وتيرة الجريمة المنظمة في العراق إلى مستويات عليا ما أدى لزيادة حالات الخطف والسطو المسلح وخاصة في بغداد بعد انخفاضها بشكل ملحوظ خلال السنين الثلاثة الأخيرة، وعدم احترام سلطة القانون يعتبر أبرز أسبابها. كان هناك قوة قانون تكسر أي مجرم يستطيع أن يعتدي على الناس، لكن ما لاحظناه منذ فترة ليست بالقليلة، كثرة عمليات السطو زائدا عمليات السرقة زائدا عمليات الخطف، وهذا الأمر بحد ذاته انعكس بصورة على الوضع الأمني العراقي. أما القوى السياسية التي تهيمن على مركز صناعة القرار في العراق فهي تنشغل بتقاسم السلطة أكثر من انشغالها بالملف الأمني المتعثر منذ أكثر من 10 سنوات، وكل محاولات نشر الوعي والثقافة لدى طبقات المجتمع من قبل المؤسسات الثقافية غير الحكومية غالبا ما تفشل بسبب عدم وجود جهة سياسية تعمل على إدامتها. نلاحظ أن الكتل السياسية غير مهتمة بهذا الجانب، لأنها منشغلة بالصفقات التجارية وملفات الفساد والحصول على الأموال ومال السحت الحرام والاستحواذ على المال العام. هذا طبعا جعلها في وادي والشعب في وادي آخر. ضعف الحالة الاقتصادية والتقشف والأزمة المالية التي يمر بها العراق، فضلا عن البطالة المستشرية بين الشباب وعدم تفعيل الأنشطة الاقتصادية الأخرى، أثر بشكل كبير على زيادة مستويات الجريمة في العراق الذي أصبح من بين أكثر الدول عرضة للإرهاب والجرائم المنظمة. باستثناء من يقفون خلف أسوار المنطقة الخضراء ولا يبالون بمعاناة الشعب، فالجميع منشغل بتصاعد وتيرة الجرائم المنظمة في العراق مؤخرا، والحكومة مطالبة بموقف حقيقي أزاء ما يحصل. ولا شاكر، أخبار العرب، بغداد.